ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واسرع مكرونه بشاميل. هجيب صينيه هحط فيها معلقه سمنه او زيت. تمام حبايبي، وهنزل بيها بنص كيلو لحمه. الكميه اللي انت عايزاها انا هنزل بيها بنص كيلو لحمه. تمام حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلب فيها، هي بس عشان مجمده شويه، كانت في الفريزر. هفضل اقلب فيها لغايه ما اللون هيتغير. تمام حبيبي، هنزل بالتوابل هنا. هنزل بمعلقة فلفل، ومعلقة 7 بهارات، وحبة ملح. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، هفضل اقلب فيها. وهنزل هنا ببصلاية، افضل اشوح اللحمة في البصل في اللحمة. تمام، وهنزل هنا بنص معلقة توم، بتدي تست عالي قوي قوي للتعصيجة. تمام، معايا حبايتين طماطم انا بشراهم. انا بفضل طماطم قليله جدا، لان الطماطم انا مش عايزه اضيع طعم اللحمه. افضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، لغايه ما البصله تدبل وتشرب البصل يشرب من اللحم. هنزل بالحبايتين الطماطم زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هديها تقلبتين كده، وهدي عليها النار لمده 5 دقايق. تمام يا حبايبي، في حله على نار احط فيها شويه ملح، وهنزل بنص كيلو مكرونه. انا ما بحطش في السليق زيت. هسيب المكرونة هنا حوالي من 8 ل9 دقايق تتسلق. انا عايزة في المكرونة زي مضغة كده، مش عايزاها تبقى مستوية قوي يعني، مستوية في نسبة 75% كده. تمام، هنا بقى هشيل كوباية مية سليق المكرونة، وهقول لكم ليه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، معايا حلة على النار فيها معلقتين زبدة، ومعلقة زيت، ومعلقتين سمنة. انا بعمل ميكس لان كان موجود عندي، مش موجود يبقى هما 5 معالق مادة دهنية، و5 معالق عليهم 5 معالق دقيق. يبقى 5 معالق مادة دهنية عليهم 5 معالق دقيق. وافضل اشوح فيهم كده، افضل اشوح فيهم لغاية ما الدقيق يطلع ريحته، يبقى مدية ريحة التحمير بتاعة الدقيق. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، افضل اقلب فيه. هنزل ب6 كوبايات لبن. على ال5 معالق بحط 6 كوبايات لبن، بمقدار كيلو ونص. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا بفضل اقلب فيها كده. خلاص هي احمرت، هنزل باللبن زي ما انتوا شايفين. اللبن ده انا كنت غالياه، وكان عامل قشطه كمان يعني، كان باين. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ايدي فيها هنا بقى كوبايه ميه السليق، بتدي تست عالي قوي للبشاميل. جربيها وهتدعي لي بجد. ايدي في البشاميل هفضل اقلب فيه. تمام حبايبي، هحط هنا بقى، دي حاجه، الحاجات الاضافيه دي حاجه من عندي، موجوده عندك مش موجوده خلاص. بحط معلقه جبنه كريمي. وبحط هنا برضو مكون حلو قوي، بيديها بيعزز الطعم، علبة كريمة لباني. موجودة مش موجودة خلاص يعني، هو كفاية الدقيق واللبن. وبحط حاجة اختيارية برضو، مكعب مرقة. حابة تحطي تضيفيه، حابة مش حابة بلاش بلاش. اوكي. وهحط هنا حبة فلفل وحبة ملح. هقلل الملح لان أنا حاطة مكعب. وايدي فيها بقى هفضل اقلب فيها، زي ما انتوا شايفين جوسي وجميلة ازاي. شايفين يا حبايبي، انا حبيت اوريها لكم. شايفين خفيفه وجميله ازاي. هي معروفه ان البشاميل كل ما بتقعد بتتقل. هعرف ازاي ان هي استوت؟ اول ما الحروف تدي بجبجه كده بقليل صغيره. انا عماله اوريها لكم جوسي جوسي وخفيفه ازاي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هنا خلاص بجبجت يعني، دخلت على سوا. هطفي عليها واحط حبه بشاميل على المكرونه واقلبهم. واحط نص المكرونه، هحط كبشتين كريمة بشاميل، انا اسفة. واحط نص المكرونة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وهنزل باللحمة، انا بسوي المكرونة هنا وهنزل باللحمة.
شايفين يا حبايبي؟ انا هنزل باللحمه هنا. بصوا اللحمه شكلها جميل ازاي، ولونها جميل كمان. يعني كل ما بتقللي القوطه بتدي برضو حاجه حلوه، ما كترش القوطه فيها عشان احس بطعم اللحمه. ارص اللحمه على المكرونه، اسويها، وهنزل بالنص التاني بتاع المكرونه، وهسوي الصينيه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. احط بقى حاجه هنا على البشاميل. ده اختياري برضو. هحط بيضتين على البشاميل زي ما انتوا شايفين، بيضتين على البشاميل. وهضربهم بالمضرب لغايه ما سوري، لغايه ما يدوبوا في قلب البشاميل. شايفين حبايبي؟ ده اختياري برضو. وهنزل بالبشاميل الباقي على المكرونه. شايفين جوسي وجميله ازاي وحلوه وخفيفه، بامانه خفيفه خفيفه يعني. شايفين؟ بوريكم الحله ان هي زي الفل ازاي. تمام. هحط عليها لو موجود عندك جبن تحطي، عايزه تحطي عليها حته قشطه حطي الموجود. لو ما كانش خالص هي كده فيها بيضه تبقى زي الفل. انا عشان بس بحب احط عليها شويه، بحط عليها جبن. انا حطيت عليها جبنه، شويه جبنه موتزاريلا زي ما انتوا شايفين حبايبي. بنحب نغرقها جبن يعني. هي جميله جدا من غير جبن ومن غير اي حاجه. متوفر عندك موجود ماشي، مش متوفر خلاص ممكن تخش الفرن على كده. تمام يا حبايبي. اكون مولعه الفرن مسبقا قبلها ب10 دقايق. بدخلها على النار 180. بسيبها حوالي ربع ساعه الفرن ولع من تحت، وبعد ربع ساعه 10 دقايق على الشوايه. ورالكم بعد ما تطلع. شايفين حبايبي؟ وهي طلعت شكلها تحفه وطعمها تحفه، وكانت فعلا ريحتها كانت قلب الشقه كلها. انا بس مش عارفه امسكها لانها سخنه. هطلع معاكم حته. شايفين شكلها جميله وحلوه ازاي وجوسي، وطعمها خرافه خرافه خرافه. لو عجبك الفيديو ما تنسوش بلايك وشير وسبسكرايب. سلام.